بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيديو جديد ويوم جديد عند الحمام، وان شاء الله يكون فيديو ممتع. هنتابع في الحمام ونشوف ايه اللي بط جديد وايه اللي خرج عندنا، ونشوف الزغاليل بتاعتنا وصلت لحد فين. والنهارده ان شاء الله هندشر الحمام اخر يوم ايه ليهم، وبعد كده نبدا نطيرهم مع الحمام بتاعنا باذن الله. بالاول كده نبدا بالحاجات الجميله بتاعتنا دي. اهم حاجه عايزك تصلي على النبي في الكومنتات، حط لنا اللايك الجميل بتاعك يا حبيب اخوك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. ولو مش عامل متابعه يشرفنا انك تتابعنا في القناه بتاعتنا، يعجبك المحتوى. دول طبعا القص الاكول ما شاء الله عليهم، واحد اهو والتاني اهو، عصفورتين كده الله اكبر ما شاء الله عليه. ودي ابن الذكر ايه الجمعيه على مراسله. شايفين يا جدعان الجدري؟ مش عارف اعمل ايه تاني والله، انا تعبت من الجدري ده. يعني الواحد اللهم لك الحمد معظم الامراض بتغلب عليها الا الجدري ده، مش عارف ليه. وكان في حد قال لي قبل كده في الكومنتات ان هو ممكن يكون وراثي، بس ما اعتقدش ان الجدري حاجه موراثه، يعني مش مرض وراثي. فيا ريت لو حد عنده فكره ولا عنده خلفيه عن الموضوع يقول لي عشان نحل موضوع الجدري ده. عندنا هنا طبعا ما شاء الله الله اكبر الاصل الاستراليات، بسم الله ما شاء الله كده حتتين، اللهم صل على النبي، ربنا يبارك يا رب في حق جنة، بسم الله ما شاء الله يعني. فاحنا عايزين يا جدعان اي حد عنده فكره عن الجدر يخش يكلمنا ويعرفنا ايه النظام ولا ايه الحل للجدر، عشان انا تعبت من الموضوع ده بصراحه. بعد كده عندنا البطين دول بتوع الاصل مراسله يا جماعه. فكره البطين دول فيهم واحده شغاله واحده فاضيه، دي شغاله ودي فاضيه، بتبان كده من قبل ما احط الكشاف عليها. دي لونها غامق سنة عن ديتي، فانتوا لازم تركزوا بالحاجات ديتي. عموما هتيجي بالممارسة، يعني ما بتجيش واحدة واحدة كده زي دول بالظبط. برضو واحدة شغالة واحدة فاضية، الرفيعة دي فاضية ودي شغالة. هات كشاف لو عايز تكشف على البيضة، تجيب كشاف وتصدره في البيضة من هنا هتلاقيها مليانة عروق دم من جوه، والفاضية هتلاقيها لونها أبيض. بعد 5 أيام بالظبط بنكشف على البيض، بعد 5 أيام بالظبط. يلا خلينا نتابع. عندنا طبعا ده الزغلول اخو الايه ورا الباب اللي احنا شايفينه، شايفين برضو الجدري. مش عارف والله العظيم اعمل ايه، انا تعبت من الجدري ده. عندنا بقى حاجه هنا لما قشه اهيت ما شاء الله، غالبا الزجل الابيض، الذكر الزجل الابيض والنتايه بتاعته. بسم الله ما شاء الله الله اكبر، اللهم صل على النبي. سمسمه طلعت يا جدعان، الله اكبر اللهم صل على النبي. شايفين ما شاء الله، شايفين الزغاريد؟ بسم الله الله اكبر اللهم صل على النبي، الله اكبر. حاجه ما شاء الله الله اكبر، ربنا يبارك فيهم يا رب، ان شاء الله يطلع على خير. بعد كده عندنا البتين دول بتوع القص الايه العبسي، اللي احنا لسه شايفين ايه البيض التاني تحتيهم. دول بتوع القص العبسي، ان شاء الله يطلع على خير المره دي. نفسي ناخد قص كامل من تحتيهم باذن الله، يطلع على خير النهارده ان شاء الله. وهنا البيضتين دول اختفوا والله ما عارف راحوا فين، بتوع القص البلدي هم اختفوا مره واحده، راحوا فين بقى انا مش عارف. وعندنا طبعا هنا البيض بتاع القص اللي كانت عطال، النتايه اللي كانت عطال اللي خدت الذكر الكريزلي اللي عندنا. وعندنا الله اكبر اللهم صل على النبي القص الاسترالي، تقريبا جابوا البيضه الاولى ما شاء الله الله اكبر. مش عارف ده القص الاسترالي ولا ايه، بس غالبا هو القص الاسترالي. المهم بس احنا كلمنا حد على السلكات. احنا المره الفيديو اللي فات قعدنا نقول نربي سلكات ولا نسيبه سايب زي ما هو. كذا حد اقترح ان احنا نجيب سلكات، فاحنا هنجيب سلكات ان شاء الله. انا كلمت واحد وسالت عليهم، وان شاء الله باذن الله خلال اسبوع السلكات هتكون موجوده عندنا باذن الله. فهنجيب ونربي سلكات، وفي نفس الوقت ايه هنطير برضو ايه نساب الحمام. يعني هنربي سلكات ونحفظ البيبان بتاعته ونفتح له، مش هنخليه ايه محبوس على طول. انا ما بحبش الحمام محبوس بصراحه. وهنا طبعا برضو عندنا حاجه لما قش، بس انا مش عارف ايه هي. ودي النتايه السيلفر اللي كنا جايبينها ما شاء الله عليها. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. ده الزغلول ابن القص الاسود الجمعيه ما شاء الله الله اكبر. وانت ليه زعلان كده؟ انت نايم على جنبك وزعلان ليه كده؟ صح صح يا ابني. يلا خلينا نكمل. عندنا هنا ما شاء الله القص شقلباز، وده القص الشقلباز التاني، اللهم صل على النبي، طلعه من يومين بالظبط. بسم الله الله اكبر اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. شايفين الله اكبر ملبنينهم زي العسل. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك يا رب ويطلع على خير باذن الله. اللهم صل على النبي، الله اكبر. بسم الله. طبعا هنا القص البلدي التاني، البيضه دي شغاله، البيضه دي فاضيه. مش عارف ايه بقى الفكره ان الحمام كله مطلع المره دي واحده وواحده، بس هي ممكن عشان الحر، بس عموما معظم الحمام مطلع واحده وواحده. عموما احنا الفكره بتاع الفيديو بتاعنا النهارده هتبقى بسيطه. شايفين الحمام كسرت لهم البيض ورميته لهم، كلهم بياكلوا فيه ازاي. الحمام بيحب الحاجه اللي زي كده، بيحب ان انت تكسر له البيض، يحب يشرب البيض. والتحديق عموما انا التحديق اللي عندي خلصان بقاله فتره، وان شاء الله هجيب لهم تحديق قريب. بسم الله ما شاء الله. يعني شايفين الحمام الله اكبر. وقال طبعا الحمام كله واقف لي كده عشان عايزين ياكلوا، انا لسه ما كلفتلهمش. انا قلت اطلع اصور الفيديو الاول بعد كده اكلف لهم ايه على الساعه 5 او 6. الساعه دلوقتي اصلا 2، فده مش ميعاد الكلفه بتاعتهم. وانا دلوقتي طلعت عشان اصور الفيديو بس قبل ما الجو يعتم، عشان نعرف نجيب جوده للفيديو تكون كويسه. بس عايزكم بقى تقولوا لي على حاجه كمان. عايزكم كلكم تخشوا تقولوا لي في الكومنتات
اذا كنت اجيب السلكات سلك ولا خشب، ايه الافضل ما بينهم؟ يعني انا بصراحه انا بفضل ان انا اجيب الخشب، عموما هي موفره وفي نفس الوقت انا حاسس ان هي كويسه، لكن السلك ديت حاسس انها هتبقى مكلف عليا شويه ومش احسن حاجه. انا عارف انها طبعا لها مميزات اكتر من الخشب، بس انا هجيب الخشب عشان طبعا الميزانيه. واحنا متفقين ان القناه بتاعتنا عباره عن ان احنا بنقدم محتوى بحيث ان الناس كلها تعرف تربي حمام بارخص الامكانيات، ومحدش يكلف نفسه ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها. اللي هو ازاي؟ يعني انا عندنا طبعا احنا هندشر النهارده اخر يوم، هندشر الزغاليل بتاعتنا. اوريكم الدشار اللي انا عامله، انت طبعا اكيد شفتوه في الفيديوهات اللي فاتت، هجيبه لكم دلوقتي واوريه لكم. عباره عن قفص عادي بتاع طماطم عاديه، بتاع طماطم عاديه، وحاطط فيها قفص بتاع عيش. ده الدشار بتاعنا. شبكه القمريه بتاعتنا يعتبر هي الستاره دي، مجرد ما شدتها الحبل ده انا وريته لكم قبل كده طبعا في الفيديو اللي فات، بشد الحبل دوتي يروح مقفل ايه الستاره. فاللي هو احنا بنربي بارخص الحاجات وبنربي باضعف الامكانيات، بحيث ان نسهل على الناس كلها ان هي تربي حمام. وان شاء الله باذن الله باذن الله الفتره اللي جايه، بس الاول هنجيب السلكات وبعد كده الفتره اللي جايه هنبدا نجيب حمام جديد. فانا عايز بقى كله يدخل يقول لي في الكومنتات كده ايه احسن نوع حمام ممكن نجيبه بعد الكينج والهزاز. دول احنا ان شاء الله بندور، مجرد ما يجي قدامنا نجيبه، بس احنا عايزين نوع غالي كده يكون كويس. يعني مثلا حاجه زي الصافي، القرباج، النفاخ، البخاره، حاجه من الانواع التقيله دي. عايزين نجيب قص كده ولا اتنين بحيث ان احنا نفرخ عشان برضو نعرف نكسب من الحمام بتاعنا. لان احنا زي ما اتكلمنا قبل كده في الفيديو القديم بتاع المكسب، لو دخلت دورت في القناه فيديو ازاي تكسب من الحمام، احنا محتاجين على الاقل قص ولا اتنين من الحمام اللي هو الغالي ده، بحيث ان احنا نعرف ننتج من تحتيه ونعرف نبيع من تحتيه ونعلي الميزانيه شويه. ما هو كده كده الجوز ابو 200 جنيه بياكل نفس الاكل اللي الجوز ابو 2000 جنيه بياكله. فاحنا نجيب جوز ولا اتنين من ابو 2000 جنيه دول ونعرف ننتج منهم يعني، ونفرخ منهم حمام كويس. بس النهارده مش هيبقى فيديو طويل، النهارده هيبقى فيديو صغير كده زي ما انتم شايفين. احنا خدنا لمحه بسيطه كده عن الحمام، وعرفنا الجديد عندنا، وعرفنا ايه اللي باط جديد وايه اللي خرج. وان شاء الله باذن الله الفيديو اللي جاي يكون اتقل من كده ان شاء الله. اهم حاجه بس عايز كل الناس تخش تعمل لي لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، واللي ما صلاش على النبي لحد دلوقتي يصلي على النبي. واهم حاجه واكتر حاجه مهمه لازم كله يعمل لي متابعه عشان يوصلك كل جديد يا حبيب اخوك. ان شاء الله باذن الله نقدر نقدم محتوى احسن من كده ونعمل فيديوهات اطول واحسن من كده، بس ان شاء الله لما نجيب السلكات الاول. بس دي كانت الفكرة بتاع الفيديو بتاعنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.